تخيل كده اننا راجعين لزمن الخمسينات والستينات، وقتها الريف المصري كان مهمش بشكل كبير، والوحدات الصحيه كانت شبه مش موجوده، والناس البسيطه كانت بتتوجع ومش لاقيه علاج. وفي وسط المشهد الصعب ده طلع نور من قلب الصعيد، من سوهاج تحديدا. يوم 17 يناير سنه 1915 اتولد الدكتور محمد النبوي المهندس في مدينه جرجا، ومن صغره كان واضح انه مختلف وعنده طموح كبير. كمل تعليمه ودخل كليه الطب في القاهره وتخرج سنه 1940. وما وقفش عند كده، ده كمل مشواره العلمي وسافر وجاب الدكتوراه في طب الاطفال، ومع الوقت بدأ يثبت نفسه أكتر لحد ما بقى أستاذ ورئيس قسم في مستشفى أبو الريش، المكان اللي شهد على شغله مع الأطفال، وكان ليه دور واضح ومميز هناك. وقبل ما يدخل الوزارة كان نشيط جدا في نقابة الأطباء، وتولى منصب السكرتير العام ل3 دورات متتالية. وخلال الفترة دي بدأ يحط أساس قوي لتطوير طب الأطفال في مصر، واشتغل على أبحاث مهمة عن أمراض الكبد وسوء التغذية، لدرجة إن شغله لفت انتباه علماء بره مصر وانبهروا بدقته. وفي أكتوبر سنة 1961 جمال عبد الناصر اختاره بنفسه علشان يمسك وزارة الصحة، ومن اللحظة دي بدأت مرحلة مختلفة تماما. كان وزير ميداني ينزل بنفسه للقرى والنجوع ويشوف الناس محتاجة ايه على أرض الواقع، وخلال فترة قصيرة قدر يبني أكتر من 2500 وحدة صحية. يعني لأول مرة بقى في علاج قريب من الناس في القرى بعد ما كانوا بيعانوا سنين من الإهمال. وكمان غير شكل الإسعاف في مصر وحولها من مجرد وسيلة نقل لسيارات مجهزة للإنقاذ، فيها أجهزة تساعد على إنقاذ حياة المصابين. وكمان كان ليه دور كبير في إنشاء نظام التأمين الصحي، واللي لحد النهاردة الناس بتستفيد منه، لأنه كان شايف إن العامل والموظف لازم يكون له حق في العلاج وقت المرض. وما وقفش عند كده، ده اهتم كمان بتطوير التمريض ورفع مكانة المهنة، وبدأ فكرة إنشاء مراكز متخصصة لعلاج أمراض قلب الأطفال وشلل الأطفال. لكن زي كتير من الحكايات الكبيرة النهاية جت فجأة. ففي يوم 3 أغسطس سنة 1968 قلبه تعب ووقف فجأة، والخبر نزل كالصاعقة على ناس كتير. وجنازته ما كانتش مجرد مراسم رسمية، دي كانت مشهد حب حقيقي. آلاف من الناس البسيطة اللي عالجهم وعالج أولادهم خرجوا يودعوه بدموعهم، وكأنهم بيقولوا له شكرا على كل حاجة عملها معاهم. الدكتور محمد النبوي المهندس ما كانش مجرد وزير، ده كان نموذج لإنسان حاسس بالناس، وتجربة بتأكد إن أي مسؤول مكانه مش مجرد منصب، لكنه أمانة ومسؤولية قدام ربنا وقدام الناس اللي مستنية منه يساعدها ويقف جنبها. بدأت رسمي أنزل فيديوهات تحليل للأوضاع السياسية اللي شغالة حاليا على قناتي التانية المليون قاعدة. لو مهتم تفهم اللي بيحصل حوالينا بشكل أعمق وبطريقة بسيطة ومباشرة، هتلاقي هناك محتوى مختلف وتحليلات للأحداث أول بأول. ادخل شوف الفيديوهات وشارك برأيك، لأن رأيك مهم.